انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي يا مستر انا اكيد قاعد بتفرج على الفيديو، بتفرج على الشرح. طب انت بتتفرج امتى؟ هتقول لي دلوقتي. طب انا عايز اجيبها بالانجلش، هنقولها ازاي؟ ده اللي هنقوله النهارده في الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اوفر قوي ادائك ومش متصدق وواضح وارتفيشال يعني يا راجل. طيب النهارده هناخد درس من اسهل الدروس اللي انت خدتها في حياتك، ومن اول الجرامر او التنسز اللي انت خدتها قبل كده. هناخد النهارده زمن ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. طيب كلنا عارفين والله ال present continuous المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ من am او is او are. يبقى am is are. طيب كلنا عارفين ان الام بتيجي مع الاي. طب والاس بتيجي مع الهي والشي والات واي اسم يبقى singular يعني مفرد زي محمد احمد محمود وهكذا. طب الار بتيجي مع مين؟ بتيجي مع الوي اليو they واي اسم plural اللي هو اي اسم يبقى جمع. اظن كلام سهل وبسيط خالص. طيب بعد ام واز وار هنحط ايه بقى؟ بص يا معلم، هنحط حاجه من اتنين، اما هنحط verb ing او هنحط ايه بقى؟ being plus bb. يبقى تاني، يبقى احنا هنحط ايه بقى؟ حاجه من اتنين، اما verb ing or او being plus bb. طب هو يا مستر ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ بص يا معلم، لو انا جبت بعد ام واز وار verb ing ده كده اسمه active. يعني ايه بقى active؟ يعني معلوم اهو. طب حلو. طب انا لو جبت بعد ام واز وار being plus bb، عارف ده كده اسمه ايه؟ passive يعني مجهول اهو. تيجي نفتكر؟ تعالى نفتكر، يلا بينا. يبقى دي being. تمام. طيب بص يا برنس، انا عندي هنا احمد، احنا شرحناها طبعا في فيديو لوحده. لو عايز بقى الباسيف والاكتف ارجع للفيديو ده، هبقى اسيب لك اللينك بتاعه تحت في الايه؟ في الديسكربشن تحت. طيب جيت قلت لك ايه؟ احمد not the food. بالبلدي كده بالعربي كده، احمد بياكل ولا بيتاكل؟ هتقول لها مستر ايه الهيافه دي؟ احمد بياكل بس. يبقى انت كده لما هتيجي تختار هل هتاخد is cooking ولا is being cooked؟ بص يا معلم عشان ما نقعدش نطول كتير، am with are لو جه بعديها verb ing ده معناه بيعمل. يعني هنا ده بيطبخ بياكل بيشرب بيكتب بيتفرج. تمام اهو. طيب لو انا حطيت am with are being plus bb ملهاش الا ترجمه واحده اللي هي معناه ايه بقى؟ بيتم اكله. خلصت. بس يبقى تاني، يبقى انا لو لقيت تاني اما واذا وار verb ing ده كده معناه ايه بقى؟ معناه بيطبخ اهو، على حسب الفيرب عندي، بيطبخ بياكل بيشرب وهكذا. انما بقى هنا لو لقيت is being cooked يبقى هنا معناه ايه بقى؟ بيتم اهو. تمام. طبخه، بيتم اكله، بيتم كتابته، بيتم مشاهدته وهكذا. فهمت كده يا معلم؟ يبقى تاني، يبقى انت لما تيجي تحل لقيت am is are verb ing يبقى ده كده بيعمل، am is are being plus bb يبقى ده كده ايه بقى؟ بيتعمل. خلصت على كده؟ جميل. يبقى انا هنا احمد بقى بيطبخ ولا بيتم طبخه؟ اكيد هتقول لي احمد بيطبخ يبقى ياخد is cooking. طب انا لو جيت قلت لك the food نقط يبقى الاكل بيطبخ ولا بيتم طبخه؟ هتقول لي يا مستر بسهوله جدا الاكل بيتم طبخه. يبقى اذا هنا هناخد is being cooked تحت، وفوق طبعا هناخد ايه بقى؟ is cooking. بس كده خلصت. اظن كلام سهل وبسيط والله. بص والله يا جماعه الانجليش سهل جدا، مفيش اتفه منه واسهل منه، بس محتاج الموضوع يبقى ايه؟ ماشي معاك في اللذيذ كده. حلو. مستر هو انا ليه باخد الكلام ده؟ يعني ليه اخد am و is و are تمام verb ing او being plus bb؟ ليه بتقول لي الكلام ده؟ ايه السبب؟ هقول لك ليه. التكوين اللي قدامك ده بنستخدمه في 5 usages، يعني 5 استخدامات. يبقى انا عندي 5 استخدامات للزمن ده، هنحفظهم مع بعض ونطبق عليهم دلوقتي. فركز بقى، يلا بينا صلى على النبي كده ويلا نكمل. طيب هنا انا عندي ايه؟ اول استخدام انت بتقول لي اسمه present continuous، يعني مضارع مستمر.
طب يعني ايه مضارع؟ مضارع حاجه بتحصل في المضارع ومستمره. يبقى مستمره امتى؟ دلوقتي اهو. يبقى حاجه مستمره وقت الكلام، دلوقتي 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 اهو. حاجه مستمره وقت الكلام دلوقتي. طب مستر يعني ايه كلمه دلوقتي؟ ايوه صح جدع، مع الكيوردز. فانا عندي بقى الكيوردز هتبقى ايه؟ now اهو، تمام، اللي هي دلوقتي. look listen still at the moment at the present. احفظ يلا الاول كده ها. now look listen still at the moment at the present. now look listen still at the moment at the present. طب يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ now طبعا دلوقتي. يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي اهو، انا وانت دلوقتي اهو قاعدين بنذاكر صح؟ يبقى we are اهو we're studying now. احنا دلوقتي بنذاكر اهو. طيب look بص، انظر، فعل امر. يبقى انظر معي، انظر معي، انا بكتب اهو. يبقى كده present continuous. طيب هنا listen، اسمعني، اسمع على I'm talking، انا بتكلم. اسمع، ده هو مثلا خلاص اهو في صوت بره مثلا اهو، ماشي، speaking هو بيتكلم مثلا، اي حاجه بقى. يبقى ايه؟ listen. still احنا ما زلنا we're still studying، we're still مثلا traveling، we're still احنا ما زلنا، او he's still مثلا writing هو ما زال بيكتب دلوقتي خلاص. at the moment في اللحظه دي اهو. at the moment we're studying احنا بنذاكر انا وانت اهو، ركز. طب هنا at the present في الوقت الحالي مثلا هتيجي تقول لي ايه؟ هتيجي تقول لي مثلا في الوقت الحالي الحراره بتزيد بترتفع، اي حاجه بقى خلاص. يبقى احنا قلنا اهو، يبقى now الان، look انظر، listen استمع، still ما زال، at the moment في الوقت اللحظه دي يعني، و at the present في الوقت الايه بقى؟ اللي هو الحالي او الحاضر. بس كده. في حاجه صعبه؟ يبقى رقم واحد تاني ها، حاجه مستمره وقت الكلام now look listen still at the moment at the present. تاني لاخر مره ها، قول معايا قول معايا ها. حاجه مستمره وقت الكلام now look listen still at the moment at the present. ادي اول واحده. ناخدها تاني. بص بقى، يبقى احنا كده بنقول لنا ايه؟ المذر not lunch now. في علامه ولا مفيش؟ طبعا يا مستر في عندي كلمه now، يبقى اوتوماتيك. وطبعا mother اهو، ماما دي مفرد صح؟ اكيد ماما مفرد، تمام كده. يبقى هنا اخد cook؟ لا. are؟ لا. خلاص. now present continuous. طب cooks ولا is cooking؟ الاثنين صح، بس هنا في now يبقى is cooking. يبقى الاخيره غلط، لان ده present simple اللي هناخده برضو النهارده وشارحينه قبل كده. ادي اول واحده. نفس الكلام اهو، دي رقم واحد temporary situation. يعني بقى موقف حالي that are happening now، حاجه بتحصل دلوقتي هي نفسها، اللي هو يجي لك اهو. يبقى هنا حاجه بتحصل بشكل مؤقت، temporary اللي هي مؤقت، تمام اهو. my mother is cooking now، امي بتطبخ دلوقتي. حاجه اقول لك اهو we're still drawing، احنا لسه بنرسم. حاجه اقول لك مثلا they are playing at the moment، هم لسه بيلعبوا دلوقتي، تمام اهو، هم دلوقتي بيلعبوا اهو في اللحظه دي. حلو كده. كده اول واحده. كده يبقى احنا خلصنا اول واحده اللي هي حاجه مستمره وقت الكلام now look listen still moment the present، او temporary situation اللي هو موقف ايه بقى؟ مؤقت وحالي، حاجه بتحصل دلوقتي. او current برضو ممكن تقول لي current خلاص اهو، اللي هو ايه بقى؟ حاجه بتحصل حاليا. حلو كده. تاني حاجه من استخداماته بنستخدمه في حاجه اسمها annoying. يعني ايه annoying؟ يعني الضيق، متضايق، انت متضايق من حد. فقال لك هنا ايه؟ an action that people do، في حاجه الناس بتعملها again and again، مره في الثانيه، بس دي بتضايقك. يعني بالبلدي كده ايه بقى؟ قال لك هنا الضيق او الخنقه او عدم الرضا اهو. هنحفظها ايه بقى؟ الضيق او الخنقه، مش الخنقه الثانيه، لا دي الخنقه، يعني انت متضايق، تمام اهو. يبقى الخنقه عدم الرضا مع كلمتين او 3 كلمات اللي هم ايه بقى؟ فاكر كلمه always اللي هي ايه؟ دايما صح؟ انت هتلاقي كلمه always او كلمه ثانيه اسمها اهو constantly. يعني ايه constantly؟ باستمرار. او continually اللي هي برضو باستمرار. يبقى انا هحفظها لك كده. بص بقى، تعالى نحفظها الاول ها. الضيق او الخنقه always constantly. تاني كده، الضيق او الخنقه ها always constantly. تاني، الضيق او الخنقه always constantly. انت دلوقتي مفروض وراك مذاكره كتير، وبص بقى ومطحون، وانت ولا على بالك مسكت التليفون وقاعد عمال مطنش
وعمال ماسك التليفون ودماغك بقى ايه في البلاله، مامتك تقوم جايه داخله، يا لهوي انت بتهبب ايه؟ انا عملت ايه؟ ما تقوم ياض تذاكر ياض بدل ما انت دايما عمال باستمرار تضيع في وقتك. عارف كده مامتك هتقول لك ايه؟ هتقول لك ايه بقى؟ You're always wasting your time. يعني بقى انت عمال تضيع، طبعا waste يعني ايه بقى بيضيع؟ انت دايما بتضيع وقتك في حاجات هايفه، ما تقوم ياض ذاكر يا بغل. تمام؟ فطبعا هنا ايه؟ مامتك ايه؟ خلاص جابت اخرها منك. تمام؟ يبقى ده انت ممكن تكون بتعمله دلوقتي، يبقى ده كده الضيق والخنق. واحد مثلا قاعد جنبك دلوقتي او اخوك عمال بره يعمل ايه؟ عامل دوشه وعامل ازعاج، فانت هتقول له يا ابني مش عارف اذاكر. You're always making noise. انت عمال عامل دوشه، ما تهدى بقى يالا بقى، عايز اعرف اركز. يبقى ده كده برضو ايه؟ present continuous اللي هو المضارع المستمر. فهمت حاجه؟ يبقى انا بستخدم هنا اهو. تعالى بقى ناخد ايه for examples كده. اول واحده بيقول لك she's always complaining. عارف يعني كلمه complain؟ اللي هو بيشتكي، هي دايما عماله تشتكي من اختها، قرفت من اختها عامله لها ازعاج، فبالتالي هي متضايقه منها بس. طيب هنا مثلا اهو he's always interrupting. عارف يعني كلمه interrupt؟ اللي هو بيقاطع، هو دايما بيقاطع المدرس وهو بيتكلم، فخلاص زهق منه، جاب اخره، خلاص قضيت منه. حلو. حاجه اقول لك هنا مثلا you're constantly اهو، او continually برضو ممكن تزودها عندك. ماشي؟ watching television. انت عمال تتفرج على التلفزيون، انت عمال بتستخدم using your mobile، بتستخدم موبايلك. you should do something more active. انت لازم تقوم تعمل حاجه تانية. خلاص بقى ده الامتحانات على الابواب. تمام؟ teachers don't like. المدرسين مش بتحب الطلبه اللي هم are always coming to school late، اللي هم بيجوا دايما ايه؟ متاخر المدرسه. خلاص؟ طبعا دي حاجه مقرفه. طيب برضو بقى لو عايزها في الكويستشن في السؤال هتقول له ايه؟ why are you. بص طبعا انت عارف تكوين السؤال، انت هنا المفروض ايه؟ you are always بتجيب الار، تمام اهو، قبل الايه؟ قبل السبجكت الفاعل، يعني بتحط الفاعل المساعد اللي هو ام او اذا ار قبل الايه؟ الفاعل، تحط الكويستشن وورد بتاعتك علامه الاستفهام، خلاص كده، او كلمه الاستفهام في الاول. يبقى تقول له ايه؟ why are you always making noise. انت ليه عمال تعمل دوشه دايما؟ بس كده. خلاص؟ يبقى دي كده تاني واحده. يبقى تعالى بقى نقولهم كده يلا تاني بسرعه. البريزنت كونتينوس قلنا بيكون ايه؟ ام واز ار فيرب ing اور being بلس بي بي. ing اكتف معلوم، being بي بي ده كده الباسيف مجهول. امتى بستخدمه؟ يلا بقى رقم واحد قلنا ايه؟ ها؟ حاجه مستمره وقت الكلام. now look listen still at the moment at the present. الضيق او الخنقه always constantly. تاني الضيق او الخنقه always constantly. جميل قوي. خلصنا تاني واحده، يلا نخش على التالتة. عندي بقى تالت واحده حاجه اسمها هنا موقف حالي current situation اهو، بيبقى different. يعني ايه بقى؟ مختلف عن past situation. يعني ايه الكلام ده؟ موقف حالي مختلف عن موقف في الماضي. يعني بالبلدي كده، النهارده حضرتك كل ما تيجي تروح تشتري حاجه تلاقي سعرها زاد. النهارده مثلا جاي تشتري، او امبارح كنت بتشتري حاجه مثلا ب5 جنيه، النهارده لقيتها ب10 جنيه، بكره ب20، بعده ب50، بعده ب90، بعده ب95. اذا كده دي حاجه ثابته؟ لا. طب دي مالها؟ دي حاجه متغيره، يبقى الموقف ده متغير عن الاول. زي مثلا مثال بسيط، هل النهارده الناس بتستخدم السوشيال ميديا العدد بتاعهم زي من فتره مثلا 5-6 سنين؟ طبعا لا، الناس عماله بتزيد على السوشيال ميديا، صح؟ فاذا هنا ده انا بستخدمه في البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر. طب مع كلمتين جمال جدا اسمهم ايه بقى؟ these days nowadays اللي هم ايه؟ تعالى بص كده. فور اكزامبل اليوث الشباب are not reading مش بيقروا النهارده newspapers these days. يبقى معنى الكلام ده من فتره ان هم كانوا بيقروا الجرايد، صح؟ يبقى النهارده مش بيقروا، يبقى ده موقف حالي بقى مختلف. هقول لك مثلا البرايسز الاسعار are rising بترتفع اهو these days الايام دي، or nowadays او الايام دي برضو الاثنين زي بعض اهو. هنا يقول لك ايه؟ nowadays في الايام دي we're using احنا بنستخدم السوشيال ميديا for communication. يبقى معنى الكلام ده يبقى ان احنا الاول خلاص ما كناش بنستخدمها بالمنظر ده.
فهمتني كده؟ بس يبقى دي كده تالت واحده. حلو جميل. نخش يلا على نمبر 4 ونسمعهم مع بعض. رابع واحده بقى سهله قوي. عندي حاجه اسمها ايه؟ الديسكريبشن، يعني وصف الفوتوز او الايمجز، وصف الصور على انها مستمره دلوقتي. يعني ايه؟ انت قدامك صوره، فانت هتيجي تقول لي مثلا الصوره دي مثلا اهي، هقول لك ايه اللي بيحصل هنا؟ هتقول لي والله يا مستر ده الايه؟ الاطفال عمالين بيلعبوا. يبقى everybody is playing، اهو كل شخص عمال بيلعب. تمام؟ everybody is مثلا هنا ايه؟ مثلا having fun، كل شخص بيمرح. اهو في شخص مثلا يعني هو مش موجود هنا بيشرب مثلا خربوش شاي، يبقى there is someone، اهو there is someone drinking tea. خلاص اهو. يبقى اجي اقول لك هنا ايه؟ in the picture، في الصوره ايه اللي بيحصل؟ everybody، وطبعا معلومه ليك ما تنساهاش بالله عليك، everybody يعني كل شخص، everyone، anybody، anyone. كلمه body او كلمه one لو جت مع كلمه every or anyone، anybody، some، تمام؟ no اهو. يبقى هنا every any some no مع one وبادي الاثنين بيتعاملوا مفرد وليس جمع. يا مستر ده everybody يعني جمع. لا يا معلم، بتاخد is وليس are. فهمت حاجه؟ خلاص معلومه ايه في السريع كده، ابقى اكتبها عندك. والضمير برضو بتاعها، لكن بقى الضمير بتاعها مش مفرد، ضميرها جمع. خلاص يعني everybody is having fun. طيب عايز الضمير بتاعها، هتقول لي بقى هيبقى they، يعني everybody كل شخص هنا is here مثلا اهو every body زي ما احنا قلنا. تمام اهو everybody is having fun، اهو is having fun. خلاص طيب عايز اشيل everybody، احط مكانها ايه الضمير؟ هل هتقول هي او شي؟ لا، الضمير اللي عايد عليهم بيبقى جمع. يعني ايه؟ they are having fun. شفت الفكره دي مهمه قوي. تاني هقولها لك تاني، تعال نكتب. بص بعيدا عن الكلام ده، لو انا جيت قلت لك هنا ايه اهو، جيت قلت لك هنا مثلا every body او everyone، الاثنين زي بعض. everyone is مثلا اهو drinking tea، كل شخص بيشرب شاي. حلو. عايز اقول لك طب هما بيستمتعوا بشرب الشاي، طب عايز اشيل everyone احط مكانها ايه؟ يبقى they اهو، يبقى الضمير بتاعهم they are مثلا having او watching مثلا اهو having or watching مثلا اي حاجه مش فارق معايا، اي verb. watching مثلا TV. فهمت كده؟ خلاص اهو. يبقى one وبادي فعلهم مفرد بس ضميرهم جمع. اكتبها بقى عندك اهو. يبقى one وبادي فعلهم مفرد بس ضميرهم جمع. سؤال مهم جدا. خلاص طيب جميل قوي مصر، الكلام ده زي الفل. حلو. عندي بعد كده خلاص نمبر 5. بس تعالى بقى نعيد الاربعه دول تاني، اللي هم يبقى لك ده احنا بناخد مين؟ present continuous and with ظرف الباين جاو بينج بي بي. امتى بستخدمه؟ حاجه مستمره وقت الكلام. now look listen still at the moment at the present. ضيق او الخنقه always constantly. موقف حالي مختلف عن الماضي، موقف حالي مختلف عن الماضي. these days nowadays these days nowadays. نمبر 4 وصف الصور على انها مستمره وقت الكلام. حلو كده؟ طيب نمبر 5 واخر واحده في البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، اللي هي بقى انت عارفها ومهمه بس في ناس بتغلط فيها، اللي هي ايه؟ انا ممكن استخدم البريزنت كونتينوس ده في الفيوتشر، في المستقبل. يعني ممكن التكوين بتاع ام واز وار ده معناه سوف. تمام؟ يعني هقول لك ايه؟ is playing معناه بيلعب دلوقتي او سوف يلعب. ازاي يا مستر؟ كلمه is traveling معناها مسافر دلوقتي او سوف يسافر. طب على اساس ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ على اساس الاستخدام نمبر 5 اللي هو ايه بقى؟ قال لك حاجه اسمها الارينج او الارينجمنت. يعني ايه اصلا arrange؟ يعني يرتب. arrangement ترتيب. ايوه الله ينور عليك. ممكن استخدم البريزنت كونتينوس في الترتيبات. ازاي الكلام ده؟ تعال بص اهو. ترتيبات مسبقه لاحداث في المستقبل. تاني يلا كده قول معايا. ترتيبات مسبقه لاحداث في المستقبل. مش فاهم حاجه. بعد ما خلصت الفيديو دلوقتي قمت بصيت لقيتهم بيجهزوا الشنط عندك في البيت. قلت لهم ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟
انتوا مسافرين ولا ايه؟ ايوه اهو، انتوا ايه؟ انتوا مسافرين ولا ايه؟ طب انت عرفت منين ان هم مسافرين؟ اكيد الدلاله اللي عندك ان هم بيرتبوا الشنط، صح؟ يبقى ده الدليل بتاعك. اذا لو انا عندي دليل لحاجه هتحصل في المستقبل، خد البريزنت كونتينوس بس. مش فاهم يا مستر؟ قابلت واحد انت ماشي في الشارع معاه تذكره للماتش، يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ بالتالي هيروح يتفرج على الماتش بس. يبقى هتستخدم مين؟ البريزنت كونتينوس. يبقى he is watching the match in the stadium، في الاستاد. لقيت واحد معاه تذكره سينما، يبقى هو داخل السينما. لقيت واحد تمام كده معاه تذكره مثلا ل كوالالمبور، يبقى هو هيعمل ايه؟ يبقى هو مسافر كوالالمبور. مش عارف هيسافر هيهبب هناك، بس هو مسافر هناك عادي خالص. لقيت واحد حاجز مثلا اوضه في الفندق، يبقى هيروح يقعد هناك بس. فهمت حاجه؟ يبقى كل دي اسمها ترتيبات، كل دي اسمها ترتيبات. يبقى انا عندي بقى هلاقي الكلمات دي اكتبها عندك بالله عليك، اللي هم ايه بقى؟ arrange يعني يرتب، arrangement اللي هو ترتيب، appointment يعني ميعاد او مقابله. اكتب هنا عندي اهو، يبقى arrange، arrangement، appointment، book or reserved يعني ايه الاثنين؟ اللي هو بيحجز اهو. I have booked انا حجزت تذكره للسينما، يبقى I'm watching، مش هقول بقى ايه؟ مش هقول I will watch، لا I'm watching the film in the cinema، في السينما. خلاص اهو. reserve برضه نفس الكلام. هنا يبقى book reserve. got the ticket حصلت على التذكره لاسكندريه، يبقى I'm traveling to Alex بس. والله سهله جدا. تمام اهو. طيب هنا نفس الكلام، كان الاول بلس الانفينيتيف. هنا كان طبعا يعني ايه كان؟ لا يستطيع. هتقول لي طب وايه موضوعها دي؟ سهله قوي. بص هاجي اقول لك ايه؟ بقول لك يا معلم، ما تجيلي بكره السنتر مثلا الساعه 1، فانت هتفكر كده تقول لي والله يا مستر اي كان، ماشي. طب هتقول لي اي كانت ليه؟ معنى الكلام ده ان انت بترتب ان انت هتعمل حاجه تانية، صح؟ اهو لما اجي اقول لك تعالى مثلا الجمعه الجايه هقابلك الساعه 5، هتقول لي ايه ده انا عندي ميعاد مع مثلا واحد صاحبي هنخرج، يبقى لا يا مستر معلش اي كانت يا مستر. طب ليه؟ ده انا خارج انا وناس صحابي اهو. فهمتني كده؟ يبقى انت كده ايه؟ معنى ان انت تقول لي كان بلس الانفينيتيف، يبقى انت كده بترتب ان انت هتعمل حاجه تانية. فهمتني كده؟ يعني هاجي اقول لك I can't meet you، انا مش هعرف اقابلك. ليه؟ as I'm visiting، انا راح ازور مثلا my uncle، عمي. I can مثلا اهو meet you، مش هعرف اقابلك. ليه؟ لان I'm having dinner with مثلا my مثلا friends، انا رايح اتعشى مع اصحابي. فهمتني كده؟ خلاص. انا I can اي حاجه بقى. يبقى لو لقيت can بلس الانفينيتيف والفيرب اللي هو اللي انت هتعمله لسه في المستقبل، اوتوماتيك كده خد present continuous بس. خلاص اهو. طيب بعد كده عندي prepare اللي هو يجهز او يحضر، هي زي arrange بالظبط. انا prepared my luggage، انا حضرت الشنط، يبقى انا مسافر. هنا as appointed كما، appoint اصلا يعني محدد، يحدد، يبقى كما محدد له، او as arranged اللي هي من arrange بس. ايه رايك في الكلام؟ تيجي ناخد يلا for example مثال كده. we not to Alex، حتى لو حطيت لك هنا tomorrow، ممكن احط لك هنا tomorrow على فكره اهو، not اهو to Alex tomorrow. خلاص يلا. طيب انا هحط لك هنا اهو، هحط لك هنا اهو tomorrow. تمام. طب يلا عايزين كده شوف التشويس ده كده هتختار ايه. هنا طبعا هتجري اول ما تلاقي tomorrow، ففي ناس تاخد will travel، هي مش موجوده اصلا، بس حتى لو موجوده في ناس هتاخدها. الكلام ده غلط. ليه بقى؟ انا عندي book the tickets. اذا طالما عندك اي كلمه من الكلمات اللي قدام حضرتك دول، اوتوماتيك هناخد ايه بقى؟ اهو am is are طبعا ing او being plus bb لو كان ايه بقى؟ لو كان مجهول بس، اللي هو present continuous. خلاص يبقى كده ناخد ايه بقى؟ we are traveling، احنا هنسافر. طب هنا معناها ايه بقى؟ هنا am و is و are verb ing لو استخدمتها في المستقبل كترتيب معناها سوف، بس سوف يسافر. خلاص اظن الكلام سهل وجميل جدا كده. احنا الحمد لله خلصنا. تمام. بص بقى اللي هو البريزنت كونتينوس، يعني لسه هنراجع بسرعه كده.
البريزنت سمبل هراجعه بص في دقيقه خلاص عشان الفيديو الجاي. يبقى انت كده ايه اللي بيحصل؟ يبقى انت بقى هتفرق الفيديو الجاي ده المهم. الكلام ده سهل قوي. الفيديو الجاي هو ده بقى المهم. احنا قلنا ايه بقى؟ يلا الملخص كده بتاع البريزنت كونتينوس. قلنا ايه بقى؟ اول حاجه حاجه مستمره وقت الكلام. now look listen still at the moment at the present. تاني حاجه قلنا ايه بقى؟ الضيق او الخنقه always constantly او continually. تالت حاجه قلنا ايه بقى؟ موقف حالي مختلف عن الماضي these days nowadays اهو تمام. طيب رقم 4 قلنا ايه بقى؟ وصف الصور على انها مستمره وقت الكلام. خلاص اهو يبقى وصف الصور على انها مستمره وقت الكلام دلوقتي يعني. نمبر 5 مع الترتيبات، ترتيبات مسبقه لاحداث في المستقبل. مع arrange arrangement اهو arrange arrangement appointment book reserve got the ticket can't والمصدر prepare وايه كمان as appointed و as تمام arranged. طيب في كمان بس ايه كام نقطه كده عايزك تبقى عارفهم ممكن استخدمهم مع البريزنت كونتينوس. اللي هو ايه بقى؟ لو انت عندك في ميعاد تمام، ميعاد مثلا فرح، ميعاد حفله، ميعاد اي اوكيجن اللي هي مناسبه. يعني هتيجي تقول لي يا مستر انا رايح بكره فرح بس. هتيجي تقول لي ميعاد الدكتور يا مستر انا بكره رايح للدكتور مثلا بس واسكت. يعني بص انا هقول لك ايه؟ تعالى كده I not the doctor tomorrow. طيب بص كده التشويس هيقول لك ايه؟ بص بقى هو الجمله بس كده. طيب هاخد هنا will meet ولا am going to meet ولا مثلا am meeting ولا مثلا هتحط لي هنا مثلا ايه؟ مثلا will have met. طيب بص يا معلم انا دلوقتي طبعا هتقول لي يا مستر دي سهله قوي، حضرتك هتجري هتلاقي تومورو، في ناس بتعمل كده والله يلاقي تومورو فيقوم جاي جاري واخد ايه؟ will meet. الكلام ده غلط طبعا. ليه بقى؟ لاني هنا ده كده اهو مش معايا. طب ليه يا مستر؟ ده انا حافظها من اولى ابتدائي. طبعا لا، انا عندي هنا بقى ركز. لو انت رايح للدكتور او لو انت رايح حفله هاجي اقول لك I not مثلا اهو a party مثلا tomorrow next week اي حاجه، ساعتها ما تاخدش will plus الانفينيتيف. امال ايه يا مستر؟ ده انا حافظها من زمان. لا، ساعتها انت بتاخد البريزنت كونتينوس. ازاي؟ ما هو ده ترتيب يا معلم. انا رايح للدكتور بكره، هو انت كده رايح كده؟ ما انت اهو معنى ان انت تقول لي انا رايح للدكتور بكره يبقى انت كده رتبت. ما هو خلاص يبقى انت كده رتبت. يبقى معنى عندك حفل رايح للدكتور وقلت لي طبعا في المستقبل tomorrow next soon in the future in future date وتاريخ في المستقبل يعني. كل ده استخدمه لي في البريزنت كونتينوس. فهمتني كده؟ يبقى ميعاد حفل اكتبها لي بقى عندك اهو، ميعاد حفل، ميعاد دكتور، ميعاد جواز. تمام اهو انا هتجوز الاسبوع الجاي يبقى مثلا marrying next week. خلاص اهو I'm having my wedding مثلا tomorrow next year اي حاجه. خلاص طيب او ميعاد مناسبه زي ما احنا قلنا، او عندك مثلا خلاص هنا الدكتور ميعاد الدكتور، او كلام مدرس. ايه يا مستر كلام مدرس ده؟ الفيديو الجاي باذن الله هنشرح فيديو مهم جدا. طب يبقى انا قلت لك اهو الفيديو الجاي مثلا هشرح لك الحل. طب ما انا عارف معنى ان انا قلت لك يبقى انت كده انا رتبت، يبقى ساعتها هستخدم بريزنت كونتينوس بس. فهمتني كده؟ يبقى هو بقى يبقى ميعاد دكتور، ميعاد حفله، كلام مدرس. خلاص اهو ميعاد دكتور، ميعاد حفله، كلام مدرس، ميعاد مناسبه وهكذا. كل ده خد البريزنت كونتينوس. كده احنا خلصنا دول. تعالى بقى نشوف كده يلا الحل بيقول لنا ايه. تعالى حل الاول وبعد كده كمل الفيديو. بس بالله عليك حل الاول عشان تشوف نفسك فهمت ولا لا. ما فهمتش ارجع الفيديو تاني. طب يلا بسم الله صلى على النبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحده بيقول لك don't raise your voice. ما تعليش صوتك. كده انا بكلمك انت دلوقتي. ده البيبي نايم. طبعا البيبي اللي هو ايه؟ الطفل، مش البيبي التاني الادب. خلاص يبقى هنا ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا هاخد ايه بقى؟ يبقى البريزنت كونتينوس. جدع اهو يبقى مضارع مستمر يبقى is sleeping. تعال نغير اللون الحته الاخضره دي كده يبقى is sleeping. خلاص طب تاني واحده
I book اهو انا حجزت التذكره او التذاكر، يبقى انا كده هعمل ايه؟ هسافر الاسبوع الجاي، يبقى am traveling. يبقى كده هاخد ايه؟ اهو يبقى am traveling بس. تمام؟ طب يلا I can meet you، انا مش هعرف اقابلك tomorrow بكره، يبقى اوتوماتيك هاخد present. ما هو ده ترتيب برتب، يبقى طبعا هنا ايه؟ am visiting بس. خلاص اظن الكلام سهل جدا. طيب why not video games instead of revising for the exam؟ طب انا كده هختار ايه؟ هو بقول له ايه؟ انت عمال ان انت هنا بتلعب العاب، تمام، بدل ما انت تقعد تراجع وتذاكر للامتحان. ها بيعبر عن ايه بقى؟ الله ينور عليك. انت كده قرفان، حد كده بيكلمك ولا انت عمال تلعب ليه ووراك مراجعه ووراك امتحانات؟ قوم يا بغل ذاكر. يبقى عارف كده انت ايه اللي هيحصل؟ يبقى الضيق والخنقه مع always constantly. طب ده سؤال، يبقى طبعا عايز present continuous، يبقى الاولى غلط. انا قلت am with verb by ing. طب هنا الثانيه are you always playing؟ ده يا مستر صح معايا. طب ده سؤال، يبقى دي غلط. ده سؤال، يبقى بنقدم، ارجع بقى للفيديو اهو، بنقدم الفعل المساعد auxiliary verb عن الفاعل، وطبعا الاخيره غلط بس. خلاص. طب اللي بعديه they aren't here at the moment، هم مش هنا دلوقتي، يبقى هم بيتغدوا في المطعم. بيتغدوا امتى؟ يبقى اكيد دلوقتي، يبقى طبعا هاخد ايه؟ present continuous اللي هو المضارع المستمر، يبقى are having. كده احنا خلصنا ايه؟ كده ال present continuous.